بالفيديو تصريح عاجل ومزلزل من مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي بعد فوز المنتخب المغربي على تنزانيا، ويفاجئ كل المغاربة بما قاله عن المنتخب المغربي. بدأ المنتخب المغربي مشواره في كأس الأمم الإفريقية 2024 ببداية قوية، حيث حقق فوزا كبيرا على تنزانيا ب3 أهداف نظيفة في المباراة الأولى التي أقيمت على أرضية ملعب لا أورينت بوكو في المدينة الإيفوارية الساحلية سان بيدرو بشرق ساحل العاج. ولم يواجه المغرب أي صعوبة في هزيمة منافسه الأول في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بالإضافة أنه قدم أداء مميزا يعكس تفوق، وانتهت المواجهة بنتيجة ثلاثية لصالح المنتخب المغربي. وتفاجأت كل الجماهير المغربية قبل قليل بالتصريح العاجل والغير متوقع من المدرب الأول للمنتخب الجزائري جمال بلماضي، حيث وحسب ما نشرت العديد من الصفحات الإخبارية فإن المدرب الجزائري جمال بلماضي وخلال ندوته الصحفية مساء اليوم خرج من خلالها بتصريح مفرح عن المنتخب المغربي وعن أدائه، حيث قال في الأول: أنا أبارك الفوز لأشقائنا المغاربة، كان فوزهم مستحقا، لقد قدم منتخبهم أداء رائعا يستحق الاحترام. وقال أيضا إن أداء المنتخب المغربي أصبح أفضل بكثير في الوقت الحالي ويستحق لقب منتخب عالمي. أتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي الشقيق ولمنتخبنا الجزائري أيضا، وأتمنى أن يكون النهائي بين المنتخبين المغربي والجزائري إن شاء الله، وهذا ما أفرح وأسعد كل الجماهير المغربية والجزائرية.